من أحلى وأطعم حلويات رمضان وهي رموش الست. النهاردة هنعملها بطريقة سهير، يعني طريقة سهلة وبسيطة واقتصادية زي ما انتم متعودين معايا. بصوا الجمال والطعامة، شكلها بجد تحفة، طعمها جميل، ناعمة كده ودايبة دوب. يعني بصوا، حاجة من الآخر كده خطيرة. يلا بقى بسرعة لايك وشير للفيديو، يلا بينا على المقادير وطريقة التحضير. بسم الله. أول حاجة هنعمل الشربات. معايا كوباية ونص من السكر، عليهم كوباية ونص من المية، وهنقلبهم كويس جدًا لحد ما السكر يدوب. الشربات بتاعي عايزاه خفيف بارد، مش عايزاه تقيل، تمام؟ بعد ما السكر ما داب معايا بانزل بعصير نُص ليمونة وأقلبه تقليبة واحدة بس، مش باحط فيه المعلقة تاني، وباسيبه بقى يغلي على النار 7 دقايق، وبعد كده أطفّي عليه وأدّي له فانيليا، تمام كده؟ ونسيبه بقى يبرد خالص براحته. نيجي بقى لرموش الست. معايا هنا نُص كوباية من السكر البودر، ومعايا بيضتين، شِلت صفار بيضة بس على جنب، واستخدمت بياض البيضة البيضة التانية كاملة، تمام؟ أنا حطيت بيضة وبياض بيضة وشِلت الصفار على جنب. هاحتاجه في الوصفة. حطيت بقى رشة من الملح، شوية من الفانيليا، وبدأت بمضرب يدوي كده أخلطهم على إيدي كويس جدًا لحد ما يتضربوا مع بعض كده ويبقوا قوامهم كريمي، تمام؟ زي ما انتم شايفين اختلطوا مع بعض كويس جدًا. بانزل بنُص كوباية من السمنة وربع كوباية من الزيت، تمام؟ الميكس ده حلو جدًا، هيدّيها نعومة بقرمشة كده في نفس الوقت، وهيخلّي طعمها حلو، تمام؟ أفضل أقلّب، أقلّب بقى بالشكل ده لحد ما أخلط كل القوام مع بعضه زي ما أنتم شايفين كده، مش هتاخد معاكِ وقت خالص. هنا ضِفت نُص كوباية من جوز الهند، جوز الهند اللي هو المبشور الناعم، معلقة صغيرة من البيكنج باودر، وأكمّل خلط. وهي يعني من أساسياتها إن أنتِ تستخدمي فيها جوز هند، تمام؟ عشان ما فيش حد ييجي يقول لي طَب ينفع أستغنى عن جوز الهند؟ هو ينفع طبعًا، بس هي من أساسياتها. تمام. هنا ضِفت كمان نُص كوباية من دقيق السميد اللي هو بتاع البسبوسة، مش عليه أي إضافات. خلطت بقى كويس جدًا كلّه مع بعضه بالشكل ده. معايا كوبايتين دقيق، لكن زي ما اتعودنا مع بعض مش بننزل بيهم مرّة واحدة، إحنا بننزل بيهم بالتدريج، واحدة واحدة كده لحد ما يلِم معانا. نزلت بأول كوباية وبدأت ألِمّها، وهانزل بالكوباية التانية مش دُفعة واحدة ولا حاجة، يعني أنزل بنُص وبعد كده أنزل بشوية، ممكن تاخدهم كلّهم، ممكن ما تاخدهمش، ممكن كمان تبقى محتاجة على حسب نوع الدقيق بيشرب كمية سوايل إزاي، تمام. طبعًا إحنا اتفقنا على الكلام ده مع بعض في كل شغلنا ومتعودين عليه، تمام كده؟ زي ما أنتم شايفين أهو بالتدريج، ومش باحط فيها المعلقة، أنا مش عايزاها تتعجن، أنا عايزاها يا دوب يعني تتلَم بالمعلقة بس، قصدي يعني مش باعجنها ولا أي حاجة، يا دوب بالِم، تمام. هي هنا خدت معايا الكوبايتين بالضبط، وده قوام العجينة زي ما أنتم شايفين. بصوا العجينة عاملة إزاي، عجينة ناعمة وحلوة كده، لكن مش بتلزق في إيديّا ولا ناشفة ولا مشققة. هاخد بقى حتّة كده زي ما أنتم شايفين، وأبدأ أبرمها بإيديّا، وبعد كده أدّيها كده شكل العين من اليمين ومن الشمال، يعني من فوق ومن تحت كده. أبدأ أدّيها بوس كده، بُصّوا، بوز من تحت كده وبوز من فوق، وبعد كده أبطّط من النُص، هتدّيني شكل العين زي ما أنتم شايفين كده. سهلة خالص ما فيهاش أي حاجة، بس حاولي تضبّطيها كده هتطلع معاكِ مضبوطة. تاني، لإن طبعًا زي ما أنتم عارفين إن في الإعادة إفادة، هاعيدها تاني معاكم. آدي كده قطعة أبرمها الأول، وبعد كده آخُد البوز من فوق ومن تحت بالشكل ده، وأبطّطها من النُص زي ما أنتم شايفين كده. طبعًا الصينية دي مش مدهونة ولا أي حاجة، لإن هي فيها دهون كفاية، وكمان لازم نحطهم كده يكون في مساحة بين كل واحدة والتانية عشان تستوي براحتها وتاخد لون براحتها. شايفين سهلة إزاي؟ سهلة وسريعة وبسيطة، مش تاخد معاكِ وقت خالص، ومن أحلى حلويات رمضان. المهم إن إحنا نعمل الشربات ونخلّيه بارد عشان لمّا تخرج من الفرن نسقيها من الشربات. هاخلّص بقى الكمية بالشكل ده، وبعد كده هاجيب هنا صفار البيضة، اوعوا تنسوه اللي إحنا سِبناه من شوية. ضِفت عليه شوية كده من الفانيليا، وما تضيفيش عليه حليب ولا أي حاجة، لإن عايزينه هو ده اللي هنعمل بيه الرسمة.
بعد كده جِبت فُرشة ومسحت على الوحدات بالشكل ده، وجِبت بقى الشوكة وبدأت أعمل خطوط، هي دي الرسمة زي ما أنتم شايفين. كمّلت بقى الكمية كلّها بالشكل ده وهادخّلها بقى الفرن على درجة حرارة 180 في الرف الوسطاني، من تحت بس لمّا تستوي تاخد لون باشغّل لها الشواية تاخد لون من فوق، تخرج من الفرن بالجمال ده على طول وهي سخنة أدّيها الشربات، وزي ما معلش بقى النور قطع كالعادة، فكان لازم أدّيها الشربات عشان تشربه بسرعة لإن هي سخنة والشربات بارد، تمام؟ فاديتها الشربات زي ما أنتم شايفين بالشكل ده، بانزل بالمعلقة كده على كل واحدة شوية، وبرضه كان في صينية تانية عملت فيها نفس الحكاية، وبس كده باسيبها بقى تبرد خالص، وبعد كده أحط عليها بقى اللي أنا عاوزاه، جوز هند، فستق كداب، زي كده يعني زينيها بالطريقة اللي تعجبِك، هي فعلًا مش محتاجة لتزيين والله ولا أي حاجة، شكلها جميل، سهلة وبسيطة وتستاهل منكم التجربة، يعني جربوها هتعجبكم جدًا إن شاء الله. ما تنسوش بقى تعملوا لايك وشير للفيديو، بس كده.